أهلا ومرحبا بحضراتكم ومن قلب القاهرة، من قلب القاهرة لكم التحية، ولمصر الحب كل الحب. النهاردة هيبقى فيه جزء خاص بالحوار حول موضوع من الموضوعات الهامة جدا، وخاصة في ظل استعداد مصر لاستحقاق دستوري رئاسي بإجراء الانتخابات الرئاسية في خلال الفترة القادمة. ودائما بيكون هناك نوع من التوجيه أو نوع من الإرشاد لكيفية المشاركة الانتخابية وضرورة وحتمية المشاركة في هذا الاستحقاق الرئاسي، لأن ده حق أصيل للمواطن، وفي نفس الوقت لابد أن تشارك. اختار بنوع من المنطق والعقل، اختار من تشاء، ولكن في النهاية المشاركة هي الأساس في هذا الاستحقاق بالدرجة الأولى، لأن دي قضية مصر وقضية كل المصريين، فبالتالي المشاركة وجوبية في مثل هذه الأمور. فاصل ونرجع مع حضراتكم مرة تانية نستعرض الأخبار، وأيضا من خلال اللقاء هيكون في ضيافتنا الأستاذ دكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط ومستشار وزارة التضامن. عدنا مع حضراتكم مرة تانية على الهواء مباشرة في ضيافتنا الأستاذ الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط ومستشار وزارة التضامن. والحوار الهام جدا والبناء خلال تلك الفترة هو الحوار حول المشاركة في الاستحقاق الرئاسي القادم والانتخابات الرئاسية، وضرورة مشاركة المواطن المصري اللي ليه حق الانتخاب من خلال الاطلاع على اسمه في والاسماء في كشوف الناخبين، اللي الموقع او اكثر من موقع مجلس الوزراء والهيئه الوطنيه للانتخابات وكثير من المواقع. حضرتك بمجرد من خلال الرقم القومي بتحصل على كيفيه التواجد او اللجنه الانتخابيه الخاصه بسيادتك. النهارده بنناقش ضروره وحتميه المشاركه في هذا الاستحقاق الرئاسي، لأنه استحقاق وطني قومي بالدرجة الأولى، ووجوب المشاركة. يعني حضرتك ما هيش نوع من مجرد المشاركة فقط، وإنما حتمية المشاركة في هذا الاستحقاق، لأنه استحقاق مصري أصيل. معنا ومعكم على الهواء الأستاذ الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط ومستشار وزارة التضامن للحوار حول هذا الموضوع. أهلا بك دكتور صلاح. اهلا بك، اهلا وسهلا. معالي الدكتور، احنا بنتكلم عن استحقاق رئاسي وانتخابات رئاسية قادمة. مهم جدا ان المواطن يشارك في هذا الاستحقاق، مش مجرد مشاركة من باب يعني حب المشاركة، أو انما هو واجب وطني بالدرجة الأولى. نعم يا فندم. انا يعني بضم صوت لحضرتك يعني على اهميه المشاركه في الانتخابات الرئاسيه او اي استحقاق انتخابي، لكن انا كمان بعتبر اي استحقاق انتخابي هو عرس مصري. يعني ان مصر قادره على الانتخاب، ان مصر لا زالت قويه، ان مصر مؤمنه، ان مصر الشعب على درجه كبيره جدا من الوعي. فهناك العديد من الرسائل التي تريد ان ترسلها مصر ويرسلها الشعب المصري الى العالم. الاول ان هذه الدوله تعيش في سلام، وبالتالي تعيش في مراحل تنمية شاملة في كافة القطاعات، وبالتالي أنه انظر حولك هتلاقي في معظم دول العالم الكثير من المشاكل، وخاصة دول الجوار. يعني اللي مش هينظر إلى دول الجوار مش هقول له انظر إلى دول العالم، انظر إلى دول الجوار القريبة جدا منك، سواء في الجنوب أو في الشمال أو في الشرق أو في الغرب. عندك مشاكل كثيرة جدا، ولكنك ما زلت تجري انتخابات وتجري استحقاقا انتخابيا. واجب على الشعب المصري أن يفرح أن هذه الانتخابات تجري وتجري في سلام. طب ما هي الرسائل التي يريد أن يرسلها الشعب المصري إلى العالم؟ أن هذا الشعب على درجة كبيرة جدا من الوعي. هو الفكرة أنه كنت حتى لو أنت مؤمن بمرشح رئاسي معين وعندك قناعة كبيرة جدا بأنه لا يوجد من ينافسه، لكن في الحقيقة أنت حينما تنزل إلى صناديق الانتخاب في هذه المرة فإنك تدعم الدولة، وحينما تعطي صوتك فإنك تدعم شخص. فلا بد أن تفرق ما بين أن تدعم شخص وتدعم دولة. إذا دعم الدولة مقدم على دعم الشخص، فنزولك في حد ذاته هو دعم لاستقرار الدولة المصرية، وليس فيه حرية. يعني مفيش حد يملك الحرية انه ينزل او ما ينزلش، لا، انت عندك احساس بالمسؤولية الوطنية ولا ما عندكش؟ عندك احساس بالمسؤولية الوطنية، هتنزل تشارك في الانتخابات علشان تساعد في إرسال هذه الرسالة إلى العالم. طبعا مردود هذه الرسالة يعني مزيد من الاستمرار، مزيد من الثقة في الدولة المصرية، حكومة وشعب، تقدير من العالم. شفنا الانتخابات التركية وإزاي إحنا
يعني كنا نفسنا بنشيل بسبب كميه المشاركه السياسيه اللي كانت موجوده في الانتخابات، رغم علم الشارع المصري على انه اردوغان قادم، ولكن المشاركه كانت موجوده. فاحنا محتاجين هذه المشاركه السياسيه لنرسل للعالم هذه الرساله ان الشعب المصري واعي وقادر على تقرير مصيره. لكن انك تدي شخص قدام الورقه الانتخابيه او ما تديش، ده حريه، محدش شايفك، انت في صندوق تحط الورقه بتقفلها، اديت مين محدش يعرف، بس انت نزلت عشان خاطر مصر، مش نزلت عشان خاطر شخص. لابد ان نفرق ما بين الدوله ونفرق ما بين الشخص، وطبعا مصلحه الدوله مقدمه على مصلحه الاشخاص. يمكن ده اللي أكدوا الزملاء الأعزاء حاتم عز الدين وعزيز السيد، إن اختاروا عنوان انزل شارك صوتك لمصر. طبعا. لأن فعلا المشاركة في الاستحقاق الرئاسي القادم هو مشاركة أو صوتك لمصر بالفعل، مش مجرد صحيح إن في مرشحين، لكن في النهاية مجرد النزول هو بيعطي رسالة ودلالة قوية. بلدنا مستقرة، بيعطي دلالة قوية على إن أي استحقاق دستوري مصر هتنفذه. لا، مصر هتنفذه، وزي ما قلت لحضرتك هو يجب ان تفرح الدوله المصريه، الشعب المصري يفرح انه لا زال قادر على نجر انتخابات في ظل الظروف والتحديات العالميه. هل نقدر نقول دلوقتي اوكرانيا ممكن يحصل فيها انتخابات دلوقتي؟ هل روسيا يحصل فيها انتخابات دلوقتي؟ هل الدول القريبه يحصل فيها، يعني حتى اسرائيل نفسها اللي هي وما يحدث في غزه في ظل الظروف الطاحنه، السودان، ليبيا، شفنا الصراعات اللي موجوده. انت بتتكلم على انه انت رغم هذه التحديات الدولية والإقليمية الصعبة جدا والأزمات المصدرة للدولة المصرية، سواء كانت أزمات سياسية أو أزمات عسكرية أو أزمات اقتصادية، لازالت الدولة المصرية قادرة على أنها تجري انتخابات وتمارس العمل الديمقراطي، لانك انت في ديمقراطيه. ما انا ممكن اقول في ظل الظروف دي يحصل تمديد مثلا كما يحدث في بعض الدول، تمديد، مفيش استقرار، مش عارفين نجري انتخابات، وبالتالي بس هنقول للعالم ان الدوله المصريه غير قادره على عمل انتخابات. يعني معنى مفيش مستثمر هيجي لك، ثقه العالم في قدرتك كدوله وتاثيرك هتبقى ضعيفة جدا. لكن الرسالة القوية التي يريد أن يرسلها الشعب المصري أنه شعب واعي وعلى قدر المسؤولية، ودايما على فكرة الشعب المصري كده في كل الاستحقاقات الانتخابية السابقة. وفي رسالة قوية انطلقت من منيا القمح بمحافظة الشرقية للتأكيد على ضرورة المشاركة والتأكيد، وغالبا المؤشرات اللي بتقول ان في مشاركة من عدمه من خلال المؤتمرات التي تسبق اي معركة انتخابية. ومن خلال هذا الاستحقاق الرئاسي لاحظنا هذا المؤتمر الغفير اللي فيه اكتر من 20,000 مواطن من مركز ومدينة منيا القمح محافظة الشرقية، واللي نظمه حزب مستقبل وطن. هنشوف ونرجع مع حضراتكم نواصل اللقاء مع ضيفنا الاستاذ دكتور صلاح هاشم، استاذ التنمية والتخطيط ومستشار وزارة التضامن. نشاهد مع حضراتكم. مرشحنا استلم البلد في حالة صعبة، كان في إرهاب، كان في مؤسسات ضعيفة، كان في بطالة، كان في ركود اقتصادي، كان الاحتياط النقدي متراجع، زحام في كل حتة، مفيش استثمار، مفيش مشروعات، مفيش أمن ولا صحة، والبنية الأساسية كانت منهارة. النهاردة بفضلكم وبفضل القيادة السياسية الاستقرار السياسي والأمني للبلد، تم إعادة بناء المؤسسات، تم وضع برنامج إصلاح اقتصادي قوي، تم القضاء على العشوائيات، انتقلنا من خدمات المدينة إلى خدمات الريف، حياة كريمة انتقلت لكل قرية ولكل مركز في محافظات الجمهورية. إن شاء الله الشرقية وكل مراكزها تبقى من أعلى محافظات الجمهورية تصويتاً. أنا على المستوى الشخصي أمتلك كامل الحب والتقدير والمحبة
والفخر بالرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية. ورسالة بنبعتها للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وأنا محمل بيها من عشرات الآلاف اللي موجودين هنا من أهالي الشرقية. شعب الشرقية معاك يا ريس ومكملين وفي ظهرك، وهنشوف في أيام الانتخابات الشرقية هتعمل إيه. وتحمل الانتخابات الرئاسية القادمة مسؤوليات كبيرة علينا جميعا، حيث يتعين علينا اختيار قائد يتسم بالحكمة والرؤية، والذي يمكنه توجيه بلادنا نحو مستقبل أفضل. وإن شاء الله بإذن الله منتظرين من الشعب الشرقية ومن كل شعب مصر وبالنادي هنا من محافظة الشرقية إن في أول يوم في أول ساعة نبقى متواجدين إن شاء الله بإذن الله في الانتخابات. الرئيس عبد الفتاح السيسي هدفه نهضة مصر، بيبني البشر وبيبني الحجر. الرئيس عبد الفتاح السيسي بإذن الله يخليها جنة. وامتدادا للحملات الخاصة بالسادة المرشحين، نظمت حملة المرشح الرئاسي فريد زهران مؤتمرا جماهيريا في مدينة زفتة لتأييده في الانتخابات الرئاسية. واستعرض المرشح فريد زهران برنامجه الانتخابي وأكد دعمه للقضية الفلسطينية وعدم التهجير. أيضا وامتدادا لنفس التوجه، أكد المرشح الرئاسي عبد السند يمامة أن برنامجه الانتخابي يهدف لوجود حلول عاجلة للأزمة الاقتصادية والاجتماعية، والتي أطلق عليها خطة من أجل إنقاذ مصر. كما عقدت الحملة الرئاسية للمرشح حازم عمر رئيس حزب الشعب الجمهوري لقاء تنظيميا مع أعضاء المتابعة والتحليل التنظيمي للحزب، وذلك بمقر الحملة الانتخابية بالقاهرة الجديدة. وتناول اللقاء المرحلة النهائية والاستعدادات للانتخابات الرئاسية القادمة. اسمحوا لي نعود اللقاء مرة تانية مع ضيفنا الأستاذ الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط ومستشار وزارة التضامن. وما زال الحوار مستمر على ضرورة المشاركة، وإحنا شفنا المشهد في منيا القمح قد إيه في تجاوب، وهذا التجاوب ودلالة قوية على الوعي السياسي لدى المواطن المصري. نعم، طبعا في حالة رواج في الحياة السياسية المصرية، يعني إن هذه التعدد أولا المرشحين، ده يدل على رواج الحياة السياسية الموجودة. فكرة أنه تكافؤ الفرص ما بين المرشحين في أنهم يعملوا ملتقيات متعددة داخل المحافظات، ده يدل كمان على الحرية والشفافية في الأصوات. وزي ما بنقول، إذا كانت المشاركة السياسية أو المشاركة في الانتخابات هو مسؤولية وطنية بالأساس، فأن صوت المواطن أيضا هو أمانة لديه في أنه يختار من يراه مناسبا لهذه المرحلة. احنا شايفين تكافؤ الفرص بين المرشحين سواء في البرامج الإعلامية. يمكن شفنا خلال الأيام السابقة استضافة أكثر من مرشح على مختلف القنوات المصرية، والكل كان بيتكلم بمنتهى الحيادية والتواضع. كمان في احترام لكل مرشح، بيحترم المرشح الآخر، ما فيش أي نوع من الضغوطات السياسية، في حرية في الممارسة والتنقل بشكل متكافئ لكل المرشحين. أعتقد الدعاية كمان متكافئة ما بينهم أيضا، في مش بس التركيز في العواصم، ولكن أيضا زي ما شفنا في زفتة ومنيا القمح وغيره من المراكز بعض المحافظات بنلاقي في تواجد كبير للحملات الانتخابية للسادة المرشحين لرئاسة الجمهورية. دكتور صلاح، أنا ملاحظ يمكن وحضرتك أكدت على ده أثناء الفاصل وإحنا بنشاهد التقرير، إن الشباب متصدر المشهد. نعم. الشباب في الحملات الانتخابية والشباب في المؤتمرات الجماهيرية متصدر المشهد، وده شيء مؤشر جيد على هذه المرحلة. هو شعار السيد الرئيس منذ البداية كان التمكين السياسي للشباب، وشفنا ازاي انه عدد الشباب سواء كانوا في البرلمان، في الشيوخ، وفي يعني البرلمان بغرفتي البرلمان والشيوخ،
وشفنا كمان في سواء على مستوى الوزراء والحكومة، وشفنا على مستوى نواب الوزراء والمعاونين والسادة المحافظين، شفنا ازاي في تكافؤ الفرص وفي تمكين سياسي كبير جدا للشباب. فكرة ان الشباب دلوقتي بيختار مستقبله، لانه الشباب هو الذي يصنع هذا المستقبل، وبالتالي هو الذي يقرر من الذي سيحكم مصر في المرحلة القادمة في ضوء التحديات الموجودة، وخاصة ان المستقبل للشباب. هذا لا يعفي طبعا ان احنا نتحدث عن دور يعني الكبار واهمية تواجدهم في المشهد كخبراء واهل حكمة، لكن الذي يقود الان هو الشباب. واعتقد انه الذين يقودون الحملة الانتخابية الان هم ثمرة ما أعده السيد الرئيس ومؤسسة الرئاسة خلال السنوات الماضية، وهو إعداد جيل قادر على أنه يقود السفينة إلى التنمية الشاملة التي يعني ترغبها وتتمناها الدولة المصرية. الأستاذ دكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط ومستشار وزارة التضامن. ملف الحماية الاجتماعية من الملفات الهامة جدا واللي القيادة السياسية بتعطيه أولوية خاصة، وحضرتك ده ملعبك، يعني حضرتك في هذا المجال تحديدا بتعمل من داخل فريق العمل، وجهود مشكورة للدولة في كل مؤسساتها. يعني هناك تكاتف للجهود لبرامج الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية. نعم، هو طبعا حدثت نقلة نوعية كبيرة في عهد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي في مفهوم الرعاية الاجتماعية، وتحولت سياسة وزارة التضامن الاجتماعي من سياسة أو من حكومة أو وزارة بتقوم على الدعم المادي إلى الحماية الاجتماعية. والحماية الاجتماعية هو مفهوم طبعا أشمل وعامل، أنها بتحمل الدعم المادي بيحمل مفهوما تنمويا. ما بنقولش مثلا أنا بدعمك دعم نقدي زي ما كان بيحصل قبل كده مدى الحياة أو في معاش مادي أنت بتاخده كل شهر، ولكن حتى الدعم المادي الذي تقدمه الحكومة للمواطن ودعم مشروط بمواجهة الظواهر السلبية للمجتمع المصري. يعني لما نقول ان تكافل وكرامه هو مظله الحمايه الاجتماعيه الحقيقيه لبرنامج الاصلاح الاقتصادي، والذي يتضمن تقديم دعم نقدي مشروط الى الفئات الاولى بالرعايه، فبنقول لا تكافل مع اميه، لا تكافل مع معذره على المقاطعه. نتابع مع حضراتكم ومع ضيفنا الفاضل دكتور صلاح المؤتمر الخاص تحيا مصر. نتابع مع حضراتكم ونرجع مره ثانيه. تابعنا مع حضراتكم المؤتمر الصحفي للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وكلمة المستشار محمود فوزي منسق الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي. خلينا نرجع بالحوار مرة تانية مع ضيفنا الأستاذ الدكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط ومستشار وزارة التضامن. والدكتور صلاح قبل أن يكون سياسي، وقبل أن يكون صاحب قلم حر، وقبل أن يكون أستاذ جامعة، فهو دائما قريب من قلوب الشباب ويتعامل مباشرة مع الشباب. وملف الشباب أحد الملفات الهامة جدا. رسالة بيوجهها أو بتوجهها حضرتك للشباب للمشاركة في هذا الاستحقاق الرئاسي. يعني أعتقد أنه الرسالة المراد إيصالها للشباب وصلت من 2014 عبد الحكيم بيه، وهو اهتمام الدولة بالشباب سواء في التوسع في مجال التعليم أو الحد من البطالة. نحن بنتكلم حوالين معدل البطالة دلوقتي بنتكلم 7.4%، كنا 13.4% في 2014. الحد من البطالة طبعا لصالح الشباب، التنمية الاقتصادية لصالح الشباب، زيادة عدد الجامعات والمعاهد العلمية المتخصصة لصالح الشباب، زيادة عدد المدارس الفنية والاهتمام بالتعليم الفني هو لصالح الشباب، إقامة المشروعات وتحقيق برنامج إصلاح اقتصادي فعال زي اللي طبقته مصر من 2016. ده كله بيصب في مصلحة الشباب. التمكين السياسي والمؤتمر مؤتمر الشباب العالمي اللي يمكن البرنامج الرئاسي لإعداد كوادر شبابية للعمل السياسي، عمل كوتا للشباب في البرلمان، كوتا في المناصب القيادية داخل الدولة، استحداث بعض المناصب زي ما قلنا مساعد ومعاون وزير ما كانش قبل كده، ومساعد ونائب ومحافظ ومعاون محافظ. كل هذه الألقاب الوظيفية وهذه الوظائف ما كانتش موجودة قبل 2014، وبالتالي انه الشباب لابد ان يدعم القيادة السياسية التي تساعد في تمكين هذا الشباب وتحافظ على مكتسباته التي اكتسبها من 2014 حتى الآن. لازم نوجه رسالة للمرأة، للشباب، لذوي الإعاقة، لكبار السن الذين حصلوا على مكتسبات سياسية ما كانوش أبدا يحصلوا عليها قبل هذا العهد، وفي ظل التحديات الصعبة التي تمر بها الدولة ويمر بها العالم المحيط. لكن كما أقول دائما أن الدولة المصرية كانت دولة تنموية
قوية رحيمة بأبنائها، وكانت منحازة بشكل كبير للفئات الأولى بالرعاية كما هي منحازة للحلقات الضعيفة في النسيج الإنساني زي المرأة والطفل والمعاق والمسن، وأيضا منحازة للشباب بشكل واضح. دكتور صلاح، في تجربة لابد أن نتوقف أمامها تمت في الجامعات المصرية، وحدات التضامن الاجتماعي اللي كتير من الناس المفترض يعرف عنها، اللي تم تواجدها وبشكل قوي داخل الجامعات المصرية. تجربة رائدة لها كل الإجلال والاحترام. طبعا من أحد التجارب الداعمة للشباب وشباب الجامعة، وهو نحن نعلم جيدا أنه الجامعة هي المطبخ والوعاء الذي تنصهر فيه الخبرات السياسية بالنسبة للشباب. وشفنا حتى من 52 إزاي كانوا الشباب هم الذين قادوا حركة التغيير، وشباب الجامعات على وجه التحديد في الدولة المصرية على فترات زمنية طويلة. فاحنا كان يجب أن ننزل للشباب من خلال وزارة التضامن الاجتماعي بشكل مختلف. احنا شباب الرياضة ولا وزارة التعليم العالي ولا وزارة الثقافة، ولكن وزارة التضامن داخل الجامعات المصرية. بنعمل في مجال الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، بندفع المصروفات الدراسية للطلاب المتعثرين عن دفع المصروفات. عايز اقول لحضرتك وزارة التضامن بتوجيه من معالي الوزيرة الدكتور نيفين القباج وجهت بان احنا ندفع او نسقط كافة المديونيات عن شباب الجامعات الذين تعثروا عن دفع المصروفات خلال السنوات الماضية. دفعنا بس الترم الدراسي الماضي 53 مليون جنيه في الجامعات الحكومية. بدأنا ندخل كمان للجامعات الخاصة، وطبعا بعض الجامعات الخاصة في ناس تقول لك طب انتوا ليه التضامن الاجتماعي تروح الجامعات الخاصة؟ ده واحد بيتعلم بفلوسه. في واحد دخل كان ابوه قادر انه يصرف عليه في الجامعة الخاصة في الاول، ولكن حدث معه ظرف معين ما قدرش يستكمل، فالجامعة بتقول له اما تدفع يا اما تخرج بره المنظومه. هنا بتدخل التضامن الاجتماعي علشان ترقى بالصدع، وانها تسد الجاب ما بين الاسره وما بين الجامعه، وبتدفع المصروفات الدراسيه. مش بس، احنا كمان اطلقنا العديد من المبادرات داخل هذه الوحدات او من خلالها، زي مثلا مبادره الطالب حضرات الفائقين. وحضرات الفائقين دي احنا بندعم الطلاب الفائقين في كل الكليات العلميه والانسانيه والاجتماعيه. الخمسه الاوائل بياخد من وزاره التضامن الاجتماعي شهريا 500 جنيه، بس الهدف منها هو الحفاظ على التفوق وخلق نوع من التنافس ما بين الطلاب الفائقين والطلاب الذين يطمحون في التفوق داخل الحرم الجامعي. أطلقنا مبادرة أخيرة كان اسمها مبادرة الطالب المنتج، وهي أن احنا بنتبنى الأفكار الإبداعية والإنتاجية للشباب الجامعات، وبالتالي الشاب الذي لديه فكرة إبداعية قابلة للإنتاج وزارة التضامن الاجتماعي بتوفر ليه من 10 إلى 15,000 جنيه منحة، ويشارك في كافة المعارض التي تقيمها الوزارة. ويمكن استهدفنا في مرحلة 5,000 طالب بالمنح دي، و10,000 طالب تم تدريبهم على حرف إنتاجية عديدة. الأستاذ دكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط ومستشار وزارة التضامن. سؤال بيطرح نفسه، يعني هناك تحديات تنتظر رئيس مصر القادم، أهم تلك التحديات سواء على المستوى الداخلي أو المستوى الخارجي؟ يعني التحدي الأول هو التحدي الاقتصادي دلوقتي. يعني طبعا التحدي الاقتصادي ده مهم جدا. احنا عندنا أزمة اقتصادية لا نستطيع أن ننكرها، وعندنا يعني مداخل كثيرة لهذه الأزمة، منها عوامل خارجية ومنها عوامل إقليمية وعوامل داخلية. احنا طبعا الشعب المصري ينتظر من الرئيس القادم هو إيجاد حلول ناجزة وعاجلة للأزمة الاقتصادية وتحقيق الأمن الاقتصادي. مش بقول بقى الأمن الاقتصادي دلوقتي بقى أولوية كبيرة جدا. أتصور أنه ملف التعليم لا زال يحتاج إلى نظرة كبيرة، وخاصة التعليم الأساسي. يعني منظومة التعليم احنا لا زلنا نعاني من الثانوية العامة، يعني حتى هذه اللحظة ما زالت موجودة. طول ما في كابوس اسمه الثانوية العامة موجود، فأنا التعليم لسه بعافية، أنا بقول بعافية شوية. طول ما في أزمة الثانوية العامة ما زالت تجتاح الموازنات المادية للأسرة المصرية واستقرارها كمان، اللي بتهدد الاستقرار دلوقتي، وتحول الطلاب طبعا من المدارس إلى السناتر الخاصة. دي أزمة كبيرة جدا. ما زالت طبعا العلاقات الخارجية المصرية لا أستطيع أبدا أن أنا أقلل من أهمية هذا الملف، لأنه طبعا إحنا في عالم مشتعل، يعني المنطقة مشتعلة بشكل كبير جدا. خلق التوازنات وعدم الانفعال ودخول الشعب المصري في أزمة مع أي دولة تانية. أعتقد الشعب المصري يريد الاستقرار السياسي ويريد الاستقرار الاقتصادي ويريد الاستقرار الاجتماعي، وبالتالي نحن بندعم كمان القوى العسكرية للدولة المصرية. يمكن شفنا إزاي الذين كانوا ينتقدون تجييش وتعبئة الجيش المصري الآن هم
يعني يشيدون بهذه القرارات، وهذه كانت تدعم الجيش المصري والموازنة بتاعته، بحيث ان احنا نقدر نكون دولة قوية عسكرية. وشفنا الدول القوية عسكرية الآن ازاي بتقدر تقاوم وتفرض صوتها بشكل كبير جدا، واحنا عندنا أزمات كبيرة. الملف الأمني طبعا ملف مهم جدا. يمكن في الانتخابات اللي فاتت كنا بنقول للسيد الرئيس، وخاصة الانتخابات الأولى كنا بنقول الملف الأمني رقم 1. دلوقتي بفضل الله الحمد لله بعد التفويض اللي تم للسيد الرئيس في 2014 دلوقتي بنقول ان احنا مصر آمنة بشكل كبير جدا. معدل السياحة زاد الفترة اللي فاتت. محتاجين مشروعات اقتصادية حقيقية، محتاجين المنتج المحلي المصري يغزو الأسواق العربية، محتاجين علاقتنا بأفريقيا تبقى علاقة كبيرة جدا، محتاجين علاقتنا بالدول العربية تبقى علاقة قوية جدا. التبادل والميزان التجاري داخل مصر وبين أوروبا وما بين أفريقيا ده يعني أعتقد كبير جدا إن يعود الجنيه المصري. محتاجين عودة الجنيه المصري إلى مكانته الحقيقية. طبعا ده مش أكيد مش هيكون من غير قوة اقتصادية جبارة تقف خلفه. ظهرت قوة مصر يا دكتور صلاح وحكمة اتخاذ القرار الحكيم المناسب في الوقت المناسب. نعم. خاصة في أحداث غزة والعدوان الإسرائيلي الغاشم على أشقائنا الفلسطينيين في قطاع غزة. شفت نعم. الأمر إزاي؟ أنا شفته من 21 في 11 يوم اللي كان تم الاعتداء على غزة 11 يوم، وكانت مصر احنا سجلنا من خلال يعني أكثر من منتدى دراسات. مصر كان كل يوم ليها إنجاز في 11 يوم حتى تحقق الاستقرار في غزة. المرة دي فكرة إنه مصر مش بس خدمت غزة، مصر أعادت التوازن إلى المنطقة بعد أن كان اشتعلت وكان العالم بيتساءل إلى أين يفضي الضرب ما بين إسرائيل وغزة إلى أين. ولكن الدولة المصرية حكمة القيادة المصرية فكرة الحفاظ، مصر كان صوتها صداح وعالي جدا. ممنوع الاقتراب من سيناء، ممنوع الاقتراب من الحدود المصرية، لا نقبل التهجير بأي حال، لا نقبل فض وتصفية القضية الفلسطينية على حساب دول الجوار. كان دورنا واضح، صوتنا كان واضح، قراراتنا كانت واضحة، القيادة السياسية كانت ملهمة، كانت متزنة، كانت حكيمة، استطاعت بشكل معين أن توصل صوتها إلى العالم. أعتقد العالم كان يتفرج، وأكبر دول العالم كان يتفرج على القيادة المصرية كيف تستطيع أن تتعامل مع هذه الأزمة المحدقة بالدولة المصرية نفسها، يعني كانت على الحدود المصرية نفسها، ولكن الحكمة استطاعت أن تتجاوز هذه الأزمة وتحقق إنجازا كبيرا. وشفنا الإشادات التي حدثت من زعماء الدول الذين كانوا ينتظرون ويشاهدون الدول الكبرى كيف مصر تستطيع أن تتغلب على هذه الأزمة. البعد الثاني هو الدبلوماسية الإنسانية للدولة المصرية، وده مصطلح جديد بحكم به إنه الدولة المصرية إزاي قدرت رغم هذه التحديات والظروف. مصر في أزمة كورونا قدمت مساعدات إنسانية للصين والأمريكا والسودان طبعا بشكل كده. السودان رصدناها من أكثر الدول التي استفادت من المساعدات الإنسانية التي قدمتها مصر خلال السنوات الماضية من 2014 حتى الآن. شفنا إزاي مصر أكبر دولة قدمت مساعدات، يعني مصر مش أغنى دولة ولا حاجة تمام، لكنها استطاعت أن تكون في المقدمة في تقديم المساعدات الإنسانية وتجعل جملة مسافة السكة التي قالها السيد الرئيس في بداية حكمه إنه مش مجرد كلمة ولا مجرد عبارة، ده سياسة الدولة في التعامل مع دول الجوار والأشقاء. ويمكن ده كان واضح. الهلال الأحمر المصري ازاي قدم مساعدات، التحالف الوطني للعمل الأهلي، الجمعيات الإنسانية، المواطن المصري. يمكن ده شغلنا عن الانتخابات الرئاسية، الناس انشغلت بدول جوار وكانت تنتظر كيف يتعامل رئيس مصر بالإرادة. ويمكن من المرات القليلة يا أستاذ الحكيم لو شفت 11 يوم بتاع 21 الاعتداء على غزة سنة 21، وهذه المرة إرادة الحكومة والنظام توافقت تماما مع إرادة الشعب. يعني احنا الاثنين إرادة واحدة، التوجه واحد والإرادة واحدة، وبالتالي صحيح. كان الشعب المصري ينتظر بشغف وبشدة أن يسمع خطاب السيد الرئيس كله. يمكن عدنا مرة أخرى إلى أن احنا نتجمع خلف التلفزيون وخلف الصحف والمواقع عشان نعرف ماذا يفعل الرئيس في هذه الأزمة. وفي الحقيقة كان يعني لم يكن مخيبا للأمال، ولكن كان يعني ملبي لأمال المصريين، وكان صوت يدعو للكرامة والعزة بشكل واضح. نقطة أخيرة دكتور صلاح، وهي
توقعات حضرتك كخبير وكصاحب قلم وكسياسي وكأستاذ جامعي وكمواطن مصري قبل هذا وذاك، نعم. لمدى إقبال المواطن المصري على صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية القادمة؟ لا، أنا واثق أن الشعب المصري لن يخذل مصر أبدا. مش هقول يخذل مرشح ولا ناخب، لكن من خلال المؤتمرات التي عقدت للسادة المرشحين واضح أنه في وعي سياسي كبير جدا من المواطن المصري، وإن شاء الله بإذن الله المواطن المصري سوف يحافظ على صورة مصر في الخارج. أنا عايز بس أقول للمصريين أنه خدوا بالكم أنه النزول لصناديق الانتخابات ده في منظمات حقوقية كبيرة، في إعلام دولي، في دول متربصة، وبالتالي أنه عدم المشاركة بدعوى أنه في أحد المرشحين ربما يستحق الفوز باكتساح، ربما إيه فايدة النزول؟ أنت مش نازل عشان تدي صوت لمرشح معين، أنت نازل عشان تدي صوتك لمصر. وبالتالي هقول الجملة الأخيرة أنه اللي نازل الانتخابات هو نازل لدعم مصر، وبالتالي مسؤول عنده إحساس بالمسؤولية الوطنية. هنا ما فيش حرية في أنك تنزل أو ما تنزلش، الحرية انك انت تنتخب مين او ما تنتخبش مين. انت انتخب اللي انت عايزه، محدش هيوجهك، لكن لازم اوجهك واقول لك انك لازم تنزل، مش علشان مرشح ولكن علشان خاطر مصر، واعتقد ان مصر تستحق. انزل شارك، صوتك لمصر. كل التحية والتقدير للعالم الفاضل الأستاذ دكتور صلاح هاشم، أستاذ التنمية والتخطيط ومستشار وزارة التضامن اللي بنسعد بلقائه دائما. شكرا لحضرتك يا فندم، ألف ألف شكر. شكرا موصول لجمهورنا العزيز. قبل ساعة من الآن نلتقي دائما من قلب القاهرة. إلى اللقاء.